السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه جنات. كنتمنى تكونوا على خير وبخير ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. البنات اليوم غنشارك معكم الخبز ديال الطوست اللي كنشريوه بثمن غالي بصراحه. يعني ما من الاحسن نبقاو نصايبوه في الدار. الحاجه اللي غتشريها غاليه تكون عندك هكا، كيكون عندك الطحين، تيكون عندك كلشي، من الاحسن تصايبيه في الدار. عندي هنايا القمح الكامل البنات كومبلي، يعني بنخالته، ما عنديش الفوق. البنات كيف ما شفتوا هنا انا عجنت هذيك ديال القمح، هو الاول انا حطيته في واحد البانيو يخمر. هنا غادي ندوزو ديال الشعير. شوفوا البنات هنا راه جبت الدقيق ديال الشعير 100% دقيق ديال الشعير وغربلته، ولقيت باقا فيه البلبوله يعني ديال الشعير ديال بصح. المهم البنات غربلته باش ما يولي هكا رطب، ما يكونش قاصح. وعندي هنايا الشوفان، حتى الشوفان خديته هكا حبوب، هو طحنته تقريبا. عندي زلافه. البنات كيف ما شفتوا هنا العجينه راه خمرت ليا. شوفوا هذه ديال الشعير والشوفان، وهذه ديال القمح حتى هي راه خمرات. دابا غادي نرش هادو طاوات ديال الكيك، هاد الطوال غادي نرشم شويه الزيت بحال هكايا باش ما يلصقوش ليا في الطحين، وغادي نرشم شويه ديال الدقيق ديال النخاله، وغادي نقرص فيهم. نتلاقاو البنات هنايا راه العجينه درت يديا في شويه ديال الماء سخون، وطلقت هذه ديال الشعير ها هي درتها في هذا، غنخليها تعاود تخمر المره الثانيه. وهذه دابا ديال القمح حتى هي نفس الطريقه، كتقرصوها وكتلووا بحال غادي ديروا كوميره هكا طويله. صافي غندخلوها في هنا في المول ونخليوها تعاود تخمر، ونقادوها بعدا صافي، ونخليهم يعاودوا يخمروا المره الثانيه. ملي غتبغي نطرحهم في الفران غادي نتلاقاو. البنات هنا شوفوا العجينه راه خمرات المره الثانيه. هنا هذا رشيتو اللي فيه الشوفان، رشيتو بشويه ديال الماء، ودرت عليه الشوفان حبيبات. وهذا ديال القمح خلاص راه زدت له غير شويه ديال النخاله من الفوق. شوفوا البنات راه خامر، شوف كي دار بويقات، يعني راه خامره. دابا غادي نشعل الفران على 180 درجه، غير من التحت ومن الفوق. وملي غادي ندخلهم يطيبوا غادي نطفي من الفوق ونخلي غير لتحت. البنات نسيت واحد النقطه ما قلتهاش لكم، ملي تبغيو تدخلوا الطوست للفران ديروا واحد الكاس فيه هكا الماء باش ما كيجيش قاصح، كيجي هكا رطب. دابا غنخليهم حتى يبردوا على الاخر، نرشهم من الفران ونخليوه حتى يبرد، وعاد غادي نقطعوه باش ما يتفرتش لينا. غادي نغطيه ونخليوه مغطي. البنات ها هو شكل نهائي ديال الطوست ديالي، ديال هذا ديال القمح ديال الشعير والاعلان. شوفوا البنات كيجي رطب بحال الكيك. وهذا ديال القمح شوفوا صراحه كيكون صحي هكا، ما فيه لا سكر لا مواد حافظه لا حتى شي حاجه. يعني شي حاجه كنوكلوها لوليداتنا كنوكلوها لهم صحيه، ويعني كلشي